النهاردة بقى نعمل مع بعض سندوتشات سجق ملهاش حل بجد. طريقة سهلة وبسيطة ومش هنقف كتير في المطبخ عشان الحر اللي احنا فيه ده. يلا اوريكم انا عملتها ازاي. انا هنا جبت نص كيلو من السجق وغسلته حلو قوي، وجبت جريل وحطيت فيه شوية زيت ونزلت بيه في السجق. بس وانا بحط السجق كده في الاول الحتة دي ما اتصورتش، هو ما فيهاش حاجة. انا جبت الجريل حطيت شوية زيت، لما الزيت سخن نزلت بيه في السجق بعد ما غسلته. طبعا هستنى كده ياخد لون من الناحيتين زي ما انتوا شايفين، يعني هستنى عليه 5 دقايق كده 7 دقايق لغاية ما ياخد لون كده. خلاص مش على نار عالية عشان يستوي معانا. هكون محضرة بقى فلفل الوان اخضر واصفر واحمر وبصلاية وطماطمايه. عايزة تستغني عن الطماطم مفيش مشاكل، يبقى فلفل وبصل بس. ونقلب بقى كمية الخضار المناسبة ليكي اعمليها. انا بحب اكتر في الخضار عشان اوريكم وانا بعمل السندوتشات بعمل فيه. هنتبله بقى، نزلت بيه بمكعب مرق ومعلقة من البابريكا ومعلقة من الفلفل الاسود ونص معلقة من الملح كده. هنقلب بقى كل الكلام ده عشان انا حاطه خضار كتير. وهنزل حوالي بنص كوبايه من الميه كده عشان يسوي معانا الخضار ويكمل تسويه السجق، ما يبقاش السجق يعني يلزق في الطاسه وكده. فاديته اقل من نص كوبايه ميه، حاجه بسيطه كده عشان الطاسه ما تلزقش. نسيبه بقى على نار هاديه لغايه ما يستوي. وتعالوا نعمل مع بعض الطحينه. انا جبت نص كوبايه من الطحينه كده وحطيت عليها حبة من المية. هنفضل نقلب بقى لغاية اما الطحينة تفك معانا تماما. بصوا انا حطيت شوية مية وبقلب، لا لسه تخينة شوية، هنحط شوية مية تاني ونقلب بقى كده زي ما انتوا شايفين لغاية اما ناخد قوام كده سايل للطحينة وفاكك. هو القوام ده خلاص. هجيب بقى ليمونة كده وعصورها حلوة قوي. نعمل بقى سلطة الطحينة هتدعيلي عليها. خلاص. ومعلقة من الخل كده كبيرة او معلقتين صغيرين. ودي هريسة توم، انا بحب احط في الطحينة هريسة توم. ورشة من الملح ورشة من الفلفل الاسود ورشة من الشطة والكمون. يبقى ملح وفلفل وكمون وشطة. خلاص مش هتبقى حراقة بس هتبقى طعمها حلو كده. ونقلب بقى كل الكلام ده حلو قوي. نرجع بقى للسجق هنلاقيه بقى شرب المية كده واستوى وبقى معانا تحفة. احلى طاسة سجق هتاكليها في حياتك. بس خلي نوع السجق اللي بتشتريه دايما يكون نوع كويس عشان تاخدي سجق يعني طعمه حلو. خلاص انا بقى بكتر الخضار ليه بقى زي ما قلت لكم احنا بنعمل السجق علشان انا بحب احط الخضار كده في الفينو من تحت زي ما انتوا شايفين كده، وبعدين احط السجق كده على الوش. تاخدي بقى سندوتش بجد عالمي، طعمه تحفة وما يقارنش خالص بأي سجق بتجيبيه. جربي الطريقة دي بجد هتعجبكم جدا. هنعمل بقى كل السندوتشات بالطريقة دي وننزل بقى عليها بالطحينة اللي احنا عملناها. بجد طريقة عظمة. ودي هنا بقى الطماطم دي انا مخللاها، جبتها وفتحتها كده وحطيت فيها هريسة التوم اللي احنا اتفقنا عليها وشوية بهارات كده. وطبعا حمرت جنبها بطاطس وكانت طعمها خطير. جربوا الطريقة دي هتدوري عليها.